السلام عليكم. الفيديو ده مهم جدا جدا لأي حد عنده غسالة أطباق، مش شرط تكون أريستون. تمام، أي موديل. أنا استهونت بحاجة بسيطة، للأسف كانت هتدمر لي الغسالة. فبجد اسمعوا كويس الفيديو وما تسرعوش، تمام، لأن هتستفادوا بجد منه. انا كنت جنب الغساله كده، لان الحوض قريب من الغساله، تمام. فانا جنبها، فسمعت صوت كأن في صوت موتور شغال في الغساله من جوه. فانا طبعا الغساله خلصت البرنامج بتاعها ومفيش اي حاجه خالص. طب ايه صوت الموتور دوت؟ فتحت الغساله عماله افحصها، مفيش اي حاجه. المهم ابص على الحاجات اللي في الغساله. تمام، الحاجات اللي في الغساله ما كانتش نظيفه تماما، يعني كاني لسه حطاها، مجرد ان هي الرشاشات اشتغلت عليها فقط. تمام. وانا مش عارف ايه المشكله، فانا قلت اتصل بالتوكيل. بعدين قلت لا، ارجع للكتالوج. ففي صفحه المشكله اللي فيها المشاكل وحلولها عشان اشوفوا ايه المشكله في الكتالوج. طبعا ما لقيتش مكتوب مصدر ضوضاء او اي حاجه. قلت خلاص ارجع لايه، اللي هي الاواني المتسخه واسبابها ايه. طبعا كانوا كاتبين 3 اسباب، من ضمنهم 2 ان الاواني مش محطوطه يعني ان هي تبقى مظبوطه كده، فاهميني، تبقى مترصصه كويس، او اي حاجه بتعوقها يعني وكده، ان هي الحلل مش محطوطه مكفيه، مش متظبطه، المعالق مش مترصصه، وهكذا. تمام. طبعا انتوا عارفين الموضوع دوت، وبترصوا الغسالات بتاعتكم في منتهى الجمال، مفيش اي مشاكل. تمام. السبب التاني بقى، وهو دوت اللي انا بقى اكتشفته بقى، وفي الغسله دي انا قلت هشوف، وانا بفتح الغساله معاكم اهو. وفصلتها، كانت عامله اند وفصلتها معاكم. طبعا انا قبل ما افصلها بسمع صوت الصوت اللي كان فيها، ما لقيتش الصوت. تمام. طبعا انا في الغسله دي كنت عملت تجربه اللي انا قريته في الكتالوج. قريت بقى في الكتالوج ايه، ان سبب عدم نظافه الاواني بيبقى مصدر ان الاواني مش محطوطه، مش مرصوصه كويس. والتاني مصدر او تاني سبب ان ايه، مش محطوط لها الملح الكافي. تمام. وانا بالظبط عشان انا بستخدم قرص بقالي شهرين، فانا ما كنتش بحط ملح. ودي كارثه. يعني انا للاسف اعتمدت على اساس ان القرص 3 في 1، فانا استخدمت القرص وخلاص. تمام وكده، واستغنيت عن الملح وما حطيتوش. تمام. يعني كانت المشكله بقى ان الصوت اللي كان بيطلع بسبب الملح يا جماعه، سبب الملح. انا لما انا حطيت الملح ومليت ال مكانه، طبعا تعرفين مكانه اهو. تمام. ده مكانه في اي غساله، يعني هو ده المكان بتاعه. تمام. اهو فتحتها ومليتها كانها يعني عطشانه ملح. حطيت طبعا هو ليه منسوب يعني وكده. حطيت الملح. تمام. وقبل ما اشغلها النهارده وحطيت الفيشه، لان انا طبعا لما كنت بسمع الصوت الموتور ده في الغساله كنت على طول بشيل الفيشه. تمام. لما انا حطيت الفيشه النهارده وبشغل الغساله وخلاص قبل ما اديها الاون وتشتغل، كانت كراكه عامله زي الكراكه كده، تك 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 تك. فانا حسيت ايه ده، ربنا يسترها. حسيت ان انا بجد هبوظ الغساله. قلت ربنا يسترها، ربنا يسترها. شويه برضو اشتغلت تك تك تك، وبعد كده لقيتها اشتغلت عادي. ابص على الصوت، مفيش صوت الحمد لله. قلت برضو هستنى للنهايه لما انا بتخلص البرنامج بتاعها وافتحها واشوف. وقلت يعني اسجل لكم الفيديو دوت، لعل وعسى بجد تستفادوا منه يا جماعه. الملح بتاع الغساله، الملح بتاع الغساله، حتى لو احنا بنحط القرص بنستخدمه، ما تنسوش ملح الغساله. ملح الغساله وبرده الملمع، يعني كل فين وفين برضو نحط الملمع. بس اهم حاجه، حتى لو احنا ما اهتمناش ان احنا نحط الملمع، لا، حطوا ملح الغساله. ملح الغساله هو اللي بينظف الاطباق، هو اللي بيحافظ على ان هو بيلمع برضو الاطباق، بالاضافه للملمع اللي احنا بنحطه. تمام. وعشان درجه عصر الماء، طبعا عشان ما افتيش اكتر واقول موضوع عصر الماء، نرجع لكتالوج، اي كتالوج لاي موديل غساله ارجعوا له، هتعرفوا ايه موضوع عصر الماء. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا بجد من الفيديو ده، لان انا عن نفسي يعني حرمت واستفدت بجد. تمام. وان شاء الله انتوا تستفادوا. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ده بجد، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، تدوسوا سبسكرايب او اشتراك. تمام.
وتدوسوا لايك للفيديو عشان الفيديو ده يفيد غيركم، والفيديو ده يعني يرتفع وكده، وتشجعونا اي حاجه، اي معلومه جديده، اي حاجه نقدر نفيد بها غيرنا. تمام. اشوفكم على خير ومع الف سلامه.